كيف أعرف إنه الله بحبني؟ بما أنك مهتم في الموضوع معناته بحبك. بما أنك تبحث هل هو يحبني، إذا أنت في الطريق الصحيح. وبدي أعطيك أنا طرف الخيط. إذا أردت أن ترى عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. إذا عم بشغلك بالطاعات، بمر عليك يومك في شوية حسنات، في تسبيح، في ود، في عطف، في رحمة، مصلي صلواتك، كنت بارا حنونا سهلا لينا، إذا الله بيحبك. وإذا كنت تبتلى فهو يحبك. في ناس الله ما بيبتليها، هو حياتهم خطيرة جدا. إذا كنت في إدبار عن الله وكنت صاحب سقطات وعثرات ولم تكن مبتليا فاحذر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير والخيرات عليكم أو صباح الخير وبأي وقت انتم تشوفوني فيه. رجعت لكم حبايبي اليوم بفلوق جديد. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وخلينا نبدأ بفلوق اليوم. ايش رايكم يا بنات ببداية الفيديو كذا؟ حبيت اني اغير شوي بالقناة، صرت احط كذا مقتطفات من الفيديو واحط عليها كذا حديث، نصيحة، معلومة أنا حابة كذا أشارككم فيها. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وادعوا لأمواتنا وأمواتكم أن الله يرحمهم ويغفر لهم ويتجاوز عنهم. وخلينا نبدأ بفلوق اليوم. مشاهدة ممتعة. أتمنى قبل لا تبدين الفيديو تحطي لي لايك وتشتركين بالقناة إذا مو مشتركة، تفعلين جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد أنا أنزله. المهم يا بنات، بما أنه المطبخ نظيف من أمس اللهم لك الحمد زي ما أنتم شايفين، بسوي لهم أكل خفيف وسهل وصحي. بعد بسوي معرق باللحم وبسوي رز أبيض وصحي. الرز الأبيض بنات أنا مسويتها معاكم قبل، ما يبي له شيء، بس ممكن أشارككم الطريقة عادي عشان البنات الجديدات. تمام. نبي نسوي معرق لحم بنات جدا لذيذ، ما يحوس لكم الدنيا. بما أنه الفرن عندي نظيف فماني حابة صراحة إني أحمس وأحوس الدنيا. فهنا شوفوا أنا مجهزة اللحم حقي. شايفين يا بنات عندي شوية مواعين. الحين بفضل الجلاية، هذه مواعين نظيفة بحطها مكانها وأحط المواعين. وهنا اللحم أنا مطلعته عشان الحين أجهز معرق اللحم. تمام. ونشوف زرعتي هذه ما أدري وش فيها، أغصانها هذه بدت كذا تنزل بعدين تطيح، فاهمين؟ فما أدري صراحة ليش. وهذه ما شاء الله تبارك الله، شوفوا كيف كبرت، سبحان الله، كبرت بسرعة. أمس كانت صغيرة فمرة حبيتها صراحة. شايلة هم إذا سافرت ما أدري كيف بتركها أسبوع، بس أتوقع هي كل أسبوع عادي، كل أسبوع أحط لها ماء. يعني أنا قبل لا أسافر بحط لها ماء وأروح، إن شاء الله أسبوع ما يجيها شيء. أحب مرة يا بنات لما أرشها ماء. شوفوا ما شاء الله تبارك الله تصير منعشة، تفتح النفس. سبحان ربي يا بنات، حتى هي لما أسقيها ماء أو أرش عليها الأوراق ماء أحسها تفتح وتشد. شايفين كيف ما شاء الله تبارك الله. كنت بروح أشتري ورد وأحطه هنا، لكن تذكرت انه بنسافر فالورد يمكن يموت. ففي ورود يبيلها كل يوم تسقينا، في ورود لا، على حسب النبتة. بس بإذن الله تعالى مفكرة انه بس نخلص السفرات وكذا بحط هنا ورود كذا. طيب حبايبي، راح نحتاج للمعرق بصل، فلفل رومي اختياري، طماطم، فصين ثوم، فلفل حار، وبعد اللهم صل على سيدنا محمد علبة معجون طماطم. عندي هنا لحم، ما ادري تقدرون تسوونها بالدجاج، اتوقع انه تقدرون تسوون نفس الطريقه بس بالدجاج. حتى اذا ما يصير عادي سووها بالدجاج تطلع معكم بعد مره حلوه. فالحين باخذ قلب 6 دقيقه. بنات اكتبوا لي ليش اسمه معرق اللي يعرفون، لانه يعني ينطبخ بدون ماء. هو بنات الحلو فيه انه ينطبخ بدون ماء، يعني ماء البصل والطماطم اللي طالعه تنطبخ اللحم، تكون نكهه جدا لذيذه. طيب اول شيء راح احط القدر هنا، القدر الضغط لازم تمام عشان ما تاخذ معاكم وقت. راح نضيف اللحم، انا عندي قطع لحم بسم الله. لان بنات عندي قطع لحم كبيره فممكن تاخذ مني وقت. المهم راح نحط الفلفل كله على البارد. تمام. راح نحط بعد الطماطم، الفلفل طبعا الفلفل الرومي اختياري بنات، تقدرون تستخدمونه تقدرون تستغنون عنه. عندي هنا بصل، 3 حبات طماطم فرمت، 4 حبات بصل حجم متوسط، حبتين فلفل رومي. شايفين كيف؟ خلاص خلصنا. الحين كذا نخلطها كذا بيدنا مع بعض. شايفين كيف؟ طيب
راح نضيف لها. خلينا ارمي الجلافز بس عشان ما اوسخ البهارات. راح نضيف ملح اكيد. ملح. في بهارات خاصة للمعرق اللحم او المقلقل، فانتوا شوفوا المقلقل انا بالنسبة لي غير احمس البصل وكذا، لا المعرق لا يصير كذا زي ما انتوا شايفين كذا بنات بشكل مرة سريع شايفين، وما تاخذ منكم وقت صراحة. بهارات المعرق هي كمون، في بهارات جاهزة تقدرون تستخدمونها، بس الأغلب أضيفوا كمون 4 ملعقة، ملعقة كزبرة ناشفة، كركم 4 ملعقة، فلفل أسود، وهذه بنات 4 كسرة قرفة، حبتين هيل، بهارات مشكلة من مقدار. تمام، راح اخذ 4 ملعقة بهارات مشكلة بس ما وحنين. شايفين يا بنات الحين عاد بخلط كلها كذا، بهارات مع البصل مع الطماطم مع اللحم، واحطها على النار، اقفل عليها قدر الضغط طبعا. تمام بنات، اول ما تبدا تطلع صوت خلاص تكسرون النار على الهادي مرة، تاخذ منكم وقت. اذا اللحم بدون عظم ما تاخذ وقت كثير. نص علبة من معجون الطماطم، والحين راح اقفل عليها زي ما انتم شايفين. راح اقفل على القدر. بنات اول شي نحطها على نار عالية، اول ما تبدا تطلع صوت شو اسمه اللهم صل على محمد، نكسر النار. كذا يا بنات زي ما انتم شايفين بدها تطلع صوت. عاد الحين نكسر النار، شوفوا كيف كأني اطبخ رز. شايفين؟ نخليها عاد 40 دقيقة كذا ونفتح نشوف عاد وش صار فيها. الحلو يا بنات بهالطبخة انها ما تحس لكم الدنيا، شوفوا ما تحس لكم الفرن، عندكم المطبخ يبقى نظيف. شايفين؟ فمرة حلوة صراحة، تفك أزمة. سكراتي أنا هنا عندي رز العائلة مغسل 3 مرات ومنقع. تمام، وهنا عندي بعد الماء، كل كوب رز كوب ماء. تمام بنات، وهنا عندي زيت زيتون، حطيت ملعقة زيت زيتون، حبة فلفل وحبتين هيل وملح. تمام، عشان نطبخ الرز بطريقة صحية. إذا ما عندكم زيت زيتون استخدموا الزبدة. والحين بنات راح أضيف الرز. بسم الله. شايفين يا بنات كمية الماء اللي على الرز؟ الحين نخليه يتناثر على قولهم لين ما خلاص ينشف الماء ويبدأ يطلع جحور نمل عندنا. نضيف البصل المقلي. للأسف البصل عندي خلص، فقلت الكمية هذه البسيطة، فبإذن الله تعالى بطلب مرة ثانية. بنات خيالي خيالي. تعرفون البصل أو الرز الأبيض حق المطاعم نكهة مطاعم أبد، إذا حطيتيه مع الرز ريحة مطعم. الحين شوفوا مواعيني كلها قاعدة أحاول أخلص وأحطها بالجلاية. شايفين؟ وبكذا يا بنات مطبخكم يبقى نظيف. شايفين كيف؟ على طول أول بأول نظفه أول بأول. هذا الغطا حق القدر خليه هنا. والحين بنات بسوي مشروب الديتوكس، وبسوي بعد اللهم صل على سيدنا محمد السلطة. الحين كذا بنات حطيت البصل المقلي. عاد هذا المشروب يا بنات خيالي، قريت عنه كثير. الحين بقول لكم ايش فوائده. اول شيء راح نحتاج ماء، انا حطيت كم قطعه ثلج عشان زوجي يقدر يتقبله يعني. راح نحط بقدونس. شايفين؟ واذا عندكم نعناع اخضر، لكن انا مخلص من عندي، حطوا نعناع اخضر بعد مره يجنن. حطوا ليمون، وهنا عندي بعد خيار. شو رايكم؟ طيب يا بنات، الفكرة من هذا المشروب أو هذا ماء الديتوكس هو يا بنات ماء عبارة عن ماء مع بقدونس وخيار وليمون ونعناع، وتقدرون بعد تضيفون زنجبيل. بنات يطرد السموم من الجسم، يرطب الجسم، يوخر الإمساك عنكم.
ويحسن بعد يا بنات من وظائف الكلى، يدر البول، الله يعزكم ويكرمكم اللي معاها التهابات بالبول تشرب من هذا الماء أو كثروا منه يا بنات، مرة مفيد. اقروا عنه قبل لا تسوونه، وبالعافية عليكم يا رب. عندكم بنات الليمون فيه فيتامين سي، يدعم الهضم ويعزز المناعة ويزيل السموم من الكبد. الخيار بنات يساعدكم على ترطيب الجسم، وبعد بنات يخلصك من السموم اللي بالجسم، وبعد يخفف من الالتهابات. والنعناع بنات يحسن الهضم ويقلل من الانتفاخ. فكلها بنات، كل الأشياء الموجودة كلها مفيدة. حاولوا قد ما تقدروا تشربوا لكم كوبا باليوم، بصراحة مشروب مرة منعش. إذا ما تحبون نكهة الخيار، بصراحة أنا رغبته، لكن نكهة الخيار شوي ما حبيته، فممكن ألغي الخيار، خليت بس الليمون بقدونس ونعناع. فبعد مرة مفيدة. بس إذا عندكم أنتم الناس بتحبون نكهة الخيار بالماء، عادي أضيفوا شرايح برتقال، شرايح ليمون. والحين يا بنات السلطة صارت عندي جاهزة زي ما أنتم شايفين، باردة. أنا أحب دايما إذا خلصت من السلطة على طول أحطها بالتبريد تبرد. بنات شوفوا هذا رز بدون زيت، رز صحي. شايفين؟ شوفوا ما شاء الله تبارك الله، شايفين كيف نثري؟ ما شاء الله تبارك الله. وكذا يا بنات، اللهم أدمها علينا نعمة واحفظها من الزوال. هذا الرز الأبيض صار عندي جاهز، وشوفوا ما شاء الله تبارك الله كيف نثري. شايفين بنات؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. لكن إنه ناشف شوي لأنه ما فيه دهون، فإذا أنتوا تبونه يعني فيه دهون وكذا زودوا له زبدة زي ما قلت لكم. هنا السلطة عندي صارت جاهز. رق اللحم، شوفوا ما شاء الله تبارك الله بنات، اللحم صار ذايب، وتخيلوا بدون إضافة ماء، يعني ما شاء الله تبارك الله، ومو ناشفة أبدا زي ما أنتوا شايفين. بس بوريكم كيف ما شاء الله تبارك الله اللحم مرة مستوي. شوفوا بنات كيف اللحم تبارك الرحمن، كيف إنه مستوي بشكل، شايفين؟ جدا طريقة سهلة وسريعة، وبالعافية عليكم يا رب. لازم تطبقونه. وهذا المشروب صار جاهز عندي، شايفين ما شاء الله تبارك الله. واللهم أدمها علينا نعمة واحفظها من الزوال. ما أدري بنات إذا ينفع تسوونه بالدجاج أو لا، لكن أتوقع أنه ينفع عادي. أنا بإذن الله تعالى بسويه بالدجاج، لأنه صراحة حبيت الطريقة مرة حلوة ومختصرة وما تحس للدنيا. والحين يا بنات عاد وقت التبخير، وأخيرا هذه أحلى فقرة بالنسبة لي. وكذا يا بنات المطبخ صار عندي نظيف، اللهم لك الحمد. شوفوا غسلت بس قدر ضغط، والباقي كله بالجلاية. يعني ما شاء الله تبارك الله الجلاية ناعمة. دايما أقول لكم، عشان اللي دايما أنا ترى بنات قبل كذا كنت أقول الجلاية يعني متعبة وبطيئة، أنظف على يدي وأنا أسرع. طلع لا والله يا بنات، والله أنها مريحة بشكل. فاللي محتارة يعني وخايفة، بنات الجلاية رحمة والله، عاملة بس مطيعة ما ترفع لك ضغطك. انتي تحطين المواعين بالجلاية وتنظفين الفرن وخلاص خلصتي. عاد الحين بشرب لي كوب من هذا. شايفين بنات حطيتها بالمطبخ عشان انا كل ما رحت وجيت حبيت لي كوب وشربت. لأن بصراحة بنات مرة مفيد. اقروا عنه قبل لا تشربونه وشوفوا فوائده. انا متأكدة اول ما تقرون اول فايدة على طول راح تسوونه. زي ما قلت لكم بنات، يوخر عنكم الامساك، مدير للبول، الله يعزكم ويكرمكم. اذا عندكم مشاكل بالكلى يحلها، يطرد السموم من الجسم، يعني خيالي ما شاء الله تبارك الله، مرة حلو ومفيد. فسووه واشربوا عادي، سووه بكمية قليلة، لو كل يوم كوبين حلو. والحين عادي بنات بنظف طاولة الكوفي زي ما انتم شايفين. تشوفوا الحوسة، مو بس حوسة، لا والله انا عاد والله يا بنات كل يومين امر عليها. لكن وانا قاعدة اسوي رضاعة العادل وانا بعيوني النوم كبيت ماء ودخل الماء داخل القزاز، شوفوا شايفين صار على فاذا خليتوه بنات الخشب يخرب كذا يطلع معكم. فبشيل هذه القزاز الحين، تمام، بمسحها زين وارجع مكانه. شوفوا ما شاء الله تبارك الله نظفته زي ما انتم شايفين. هذا الحين بنات برجع كل شيء مكانه، برجع الحوسه اللي سويتها. بس ما شاء الله تبارك الله صارت نظيفه. وبكذا يا بنات اكون خلصت ما شاء الله تبارك الله. باقي بس اذلل
تبغى اشوفها، تدرون اني نسيتها. طيب بسيب لها مسح دقيقة. وبكذا يا بنات اكون خلصت. ما شاء الله تبارك الله. حاولت قد ما اقدر شو اسمه هذول اللي ما استخدمهن الافياج حقتها، لفيتها كذا ورصيتها ورا زي ما انتم شايفين عشان ما تحوس الدنيا. حطيت بس الفيش الغلاية اللي دايما استخدمه يعني. وبس بنات كذا خلصت الحمد لله. لا باقي لوحة، وينه؟ دقيقة. هذه اللوحة. شوفوا سلة الملابس هذه بعباياتي غسلتها وبكويها عشان اذا طلعنا ان شاء الله سفرنا يكون كل شيء نظيف باذن الله تعالى. نحط هذه هنا كذا. شايفين سامعين هذه صوت الغسالة؟ قاعدة اغسل الملابس وقاعدة تنشف ومو ثابتة بالارض فتتحرك وتطلع صوت. هنا بعد غسلت المفرش حق غرفة النوم خلاص. الحين ببدأ كذا ارتبه. خلاص خلصت. والحين يا بنات جهزت حوسة عادل زي ما انتم شايفين. الحين طلعت لهذه البيجامة بعطيه شاور كذا على السريع لانه صراحة الحر مو طبيعي. المفروض كل يوم ياخذون شاور. جهزت يا بنات لهم كل شيء. الحين بعطيهم كذا شاور على السريع. هذا مشرفة هنونة. وهنا جهزت حوسة عادل وعاد باقي انا اخلص منهم واخذ لي كذا شاور بارد عقب هالتنظيف. عاد هنا يا بنات كان ناقصنا قهوة تركية وجوز هند واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وزعتر وشو بعد لا اله الا الله تقريبا بس. فلما صراحة شفت الركوة هذه قلت ابيه، لان بصراحة ناقصني انا دولة ركوة. انتوا ايش تقولون؟ لا ما ادري، اتوقع اهل الاردن يقولوا دولة، ما ادري كيف ينطقونه. فالمهم الركوة احنا نقول ركوة. فاخذتها هذه حقت القهوة. في هذه بس ما تنحط على النار، شايفين في تحت كذا زي الفلي ما ادري كيف. المهم بنات حبيت كذا اخذ لكم جولة بسيطة. وبالنهاية اخر شيء يعني قصة الحزينة تكلمت لكم عنه. انا على بالي هذا اللي دايم امي تروح له، طلع مو هو، طلع في واحد ثاني. هم بنفس الشارع. واحد رايحين دمشق واحد رايحين الشام. امي تروح رايحين دمشق تقول بضاعته تجنن وكذا، وانا رحت رايحين الشام. بس الله حق والله يا بنات انه نظيف نظيف نظيف. خذيت جوز هند مبشور ما شاء الله تبارك الله. عندهم البهارات، البساكيت، كل شيء. ودك كذا بيوم من الايام تروحين بدون اطفال، حرفيا كذا تروحين بدون اطفال تروقين وتشترين اللي انت تبينه. فالله يساعدني صراحة على عيالي بالرياض، الله يساعدني عليهم. اذا اختفيت اعرفوا اني خلاص انا انسانة منتهية. مع الحر عادل والله هي شرهته صغيرة يعني ما يسوي لي شيء، رضاعة مغص خفيف كذا، لكن حنين والله مرة مزعجة. فالبلاب حنين، الله يصلحهم يا رب ويهديهم ويجعلهم يا رب العالمين من البارين فيني وبابوهم. المهم بنات هذه المكسرات ما شاء الله تبارك الله كل شيء عندهم نظيف حرفيا. عندهم الزبيب الأسود، الذرة المقرمشة، كل شيء حرفيا ما شاء الله تبارك الله. المحل خيالي اسمه شركة رايحين الشام، تلقونه بالجامعيين. بس بإذن الله تعالى بنات إذا رحت رايحين دمشق بعد بصور لكم جولة فيه، لأنه هذاك أمي تمدحه كثير تقول مرتب وكذا. عاد هذا مرتب بعد مرة يجنن. وبس والله حبايبي كذا أول ما تدخلون بعد مسوي لكم قهوة سعودية، تصبون لكم كذا فنجان قهوة سعودية وتتمقلون به. هنا بنات القهوة اللي أنا خذيتها هذه اللي بالوسط شايفينها، هذه قهوة برازيلي حمسة وسط، لكن هي حلوة تجنن حمسة وسط زيادة هيل. تمام بنات خليه يطحن لكم جاهزة، يعني يطحن لكم فريش، مو تاخذون الجاهزة اللي هم طاحنينه يعني. فالمهم هي حلوة وكل شيء لكن مو زي حقة أمي، فاهمين؟ عاد هنا بنات عند القسم المتة. أنا بصراحة ما بحياتي جربت المتة، ما أدري وشلون نكهته وطعمه، لكن أكوابه تجنن صراحة. عاد بنات اللي تعرف المتة وشربت متة وكذا تعلمنا. أنا سورية بس اسم، تراني ما أعرف ما أعرف الأشياء. فبصراحة بحياتي ما جربت لأنه أهلي ما يشربونها المتة والأشياء هذه. المهم بنات جوز الهند خيالي ما شاء الله تبارك الله مرة حلو. واخذت زعتر بعد وكل شيء الحمد لله يا ربي. عاد هنا بنات ديفان والبكر ما شاء الله تبارك الله مبدعين، عندهم مواعين، عندهم فواحات، عندهم اشياء خياليه. بصراحه ما قدرت اقش لانه مستعجله وحنين وعادل عند زوجي،
فعلى طول أخذت سلة القهوة والشاي ومشيت. لكن بإذن الله تعالى حطيت عيني كذا على رف كوفي، بس أغير كذا تغييرات بالغرفة بعد كم شهر يعني. فبإذن الله تعالى أبى أجيبه، إذا بقى، إذا ما بقى خلاص في غيره كثير. صراحة حنين وعادل كانوا بالسيارة مع أبوهم وعلى طول خذيته. خذيت لي القهوة والشاي، بكرة عندنا طلعة للاستراحة، فصراحة ما عندي شيء زي كذا، فأخذتها تجنن. بس هو قال لي سعره 68. تخيلوا بعد ما حسبت إلا شو اسمه، اللهم صل على سيدنا محمد، اصبري أمي، إلا 78. فبصراحة يعني لو أدري إنها بهالمبلغ ما جبته، لأني بنات أنا كذا اخترت شيء على السريع، فهمتوا؟ فهذه هي بإذن الله تعالى. الحين بجرب عليها الترامس اللي باخذها معاي. دقيقة أشوف، الحمد لله كفن الترامس حقتي، لأنه كان في منها صغير في منها كبير، أنا أخذت الحجم الكبير، فشكله يقصد إنه الصغيرة سعرها 68 وهذه 78. شايفين يا بنات؟ شوفوا شكلها تكفي ترامس وبزيادة بعد، فمرة حبيتها صراحة، حلوة. في منها أسود وكذا، عاد صورت لكم أنا جولة كذا على السريع. وهنا أغراض إن شاء الله بالفلوق الجاي أوريكم. أخذت من ريحين الشام قهوة تركية، شايفين؟ شوفوا الكمية اللي خذيتها، خذيت كيلوين. المصيبة مو هنا يا بنات، المصيبة أنه أمي بنفس الشارع في رايحين دمشق وفي رايحين الشام. قهوة أمي تجنن. قلت يما من وين خذيتيها؟ قالت من رايحين الشام. ورحت يا بنات من رايحين الشام على رايحين الشام وخذيت لي كمية كبيرة، يعني خذيت لي كيلوين. يوم جيت عند أمي قلت هذا هو المحل، قالت ما هو رايحين الشام رايحين دمشق. قلت يا ربي، عاد خلاص اني جبته وخلاص. والله نكهته حلوة والوش حقه حلو، لكن حقت أمي أحلى، حقت أمي خيال ما شاء الله تبارك الله. فلازم أروح رايحين دمشق وأجيب لي نص كيلو، ما أقدر. فالمهم بنات، إذا أنتوا تروحون روحوا لرياحين دمشق، قولوا لهم قهوة محصول برازيلي 5 وسط زيادة هيل، تمام؟ رياحين دمشق، فمو تروحون رياحين الشام. ترى هذه والله بعد مرة حلوة وعندهم أشياء مرة تجنن. المهم يا بنات، لما تكلمنا عن العاملة، في بنات فهموني غلط. أنا ما أقصد العاملة إنه ما تاكل أنا عادي بنات، أنا مو ضد إنه العاملة ما تاكل، لكن أتوقع إذا أنت مو مجربة. ترى أنا قبل كنت أقول زيك. شوفوا قبل بنت جيراننا كانت تقول والله زوجي جايب علبتين جبن سايل، تخيلوا ما لهن أسبوع خلصن. هجمنا كلنا عليها، كان معنا كذا جروب، قلنا أنت ما تخافي من الله، وشو مشكلة إذا كلت؟ أعوذ بالله، هو علبة جبن سعرها 15 ريال. شايفين بنات؟ ما حسينا صراحة بالموقف الحرمة اللي حست فيه. فلما جبنا عاملة أختي، صراحة أنا ما جربت، لما أختي جابت عاملة قالت والله معها حق فلانة. تخيلوا يا بنات، علبة الكاتشب خلصت يا بنات، علبة الكاتشب بيومين 3، تقول حس مع الرز تحط كاتشب. فيعني الموضوع يعني يخرج عن السيطرة. أوكي تاكل بالعافية عليها، وتاكل وتشرب وكل شيء، وقهوة نعطيها قهوة تتقهوى مع. فالموضوع بنات مو موضوع انها خلصت الاكل، ترى الحمد لله يا رب حنا ببلد فيها الخير كثير، اللهم ادمها علينا النعمه واحفظها من الزوال. يعني مليان محلات تبيع لك علبه الجبن ب5 ريال، نقدر نجيب. بس ليش؟ يعني مثلا الحين هي تبي تسوي غدا، زين بنات تبي تسوي غدا، تسوي 4 حبات بيض. طيب ليش تاكل حبتين وتترك الباقي بالثلاجه؟ ليتها تاكل ال4 كاملات، كان والله الواحد ما يقول شيء. ومع كذا ترى اختي ما تكلمه، يعني انا قاعده اسولف لكم عن تجربه اختي ما قالت لا تاكلين، عارفين؟ فالمهم تخلي تاكل بيضتين وتخلي بيضتين بالثلاجه. تيجي وقت العشاء اختي مثلا تطبخ رز ودجاج، تاكل رز ودجاج، تترك البيض لبكره، يجي بكره ما تتغدى فيه تسخنه وتاكله، لا تكبه ترمي. فليش؟ عارفين؟ يعني الواحد حتى لنفسه ولعياله ما يصرف بالنعم، فهذا الشيء اصلا ما يجوز، يعني من ربي ما يجوز، ما يصير كذا. ولو انها تاكل بنات كميه اكبر، يعني كيف اللهم صل على سيدنا محمد، تاكل كميه اكثر من احتياجها اليومي. يعني عارفين النظام هذا؟ انا والله صدق يعني لما شفت اختي وكذا حسيت بالبنات، حسيت بالناس اللي يعانون. انا الحين اتكلم اللي يعانون راح يفهمون الموضوع، والاغلب الناس يعانون من الشغاله اللي كذا، اللي تاكل كميات كبيرة، تاكل أشياء فوق طاقته، وتطبخ أشياء فوق طاقته، وآخر شيء ترميها. ليه؟ حرام، ما يجوز هذا الشيء. فالمهم بنات، حبيت أوضح هذا الشيء. وزي ما قلت بنات، زي ما وضحت، إحنا بلد اللهم لك الحمد مليانة خيرات، وين ما مشيتي تلقين النعم. اللهم أدمها علينا نعمة واحفظها من الزوال. طيب ثاني موضوع، في بنت كتبت إنه زوجي ما يحترمني، أتوقع شيء زي كذا. والله بنات إني ناسية تعليقة، بس بحاول ألقاه وأحطه لكم هنا. شوفي حبيبتي، دائما أنا أقول المعامل بالمثل. والله يا بنات
دائما أنا أقول المعامل بالمثل. أنا رحت عند وحدة ما قدرتني، ما احترمتني، ما ضبطت لي، فما أروح له. وإذا هي جتني أنا بعد ما أحترمه. شوفوا الدنيا الحين كذا صايرة والله يا بنات، المعاملة بالمثل. يعني تخيلي أنت تعطين فوق طاقتك، والإنسانة هذه أو الإنسان هذا ما يعطيك. فإيش هذه الحياة؟ هذه ما هي حياة. أنت بعدين مع الأيام بتكرهين حياتك، بتكرهين عيشتك. فزي ما الإنسان هذا يعطيك عطي، قد ما هو يعطيك اعطيه. إذا زوجك ما يحترمك أول شيء تعالي له بالحسنى، أنت يا أبو فلان كذا 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 كذا، ما تحترمني، تقلل من قيمتي. أول شيء ناقشي، شوفي إذا الكلام معاه عقيم سوي فعل زي ما هو يسوي أنت سوي. بس ما يحترمك لا تحترمينه، مو أنك تسبينه وتقولين له كلام بذيء ولا لا، ما هو كذا. لكن نفس ما هو يعاملك أنت عاملي، بس انتهى الموضوع. لأنه تدرين إذا أنت ما عاملتي بنفس ما هو يعاملك ما راح يحس بشعورك، فراح يبقى يعاملك بقلة احترام. وبالنهاية أنت كذا قاعدة تناقشي، يقولي له ترى الحياة الزوجية إذا ما استمرت على الاحترام ما راح تستمر. لازم الاحترام يكون موجود بين الزوجين حرفيا. يعني اتركوا المزح على جنب. أنا ما أتكلم لما تمزحين مع زوجك، وش ما تمزحين معه، وش ما تقولي له كيفك. أتكلم بالحياة الواقعية. فإذا ما كان بنات في احترام، الحياة الزوجية ما راح تستمر. صدقيني لو تستمر سنين راح تنتهي بالنهاية. فانتبهي انت اول شيء، حاولي عاملي بالحسنى. ويا رب يا رب الله يهدي رجالكم جميع، الله يهديهم ويصلحهم مع زوجي بعد معهم ويهديهم جميعا ويسخرهم لنا يا رب العالمين. وبس والله حبايبي، هنا أكون وصلت معاكم نهاية الفيديو. أتمنى كذا أنكم استفدتوا واستمتعتوا. لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة. لا تنسون بنات أمواتنا وأمواتكم الدعوات الطيبة، ادعوا لهم أن الله يرحمهم ويغفر لهم ويتجاوز عنهم. وصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. استودعتكم الله، مع السلامة. أشوفكم إن شاء الله بفلوقات جديدة.